السلام عليكم. بخصوص الواقعة اللي حصلت بين فرد الأمن السعودي والمواطن المصري وزوجته في الحرم، أنا حابب بس أوضح نقطتين اتنين. أول نقطة، مفروض ما نعممش المشكلة، يعني إن فرد أمن غلط في اتجاه مواطن مصري، إن احنا نقول السعوديين بيكرهوا المصريين أو السعوديين بيتعاملوا مع المصريين تعامل مش حلو ومش كويس، لأن ديت يعني مش في الواقع، دي مش موضوع واقعي. لأن زي ما في فرد امن وحش، في افراد امن كتير حلوين وبشوشين وتعاملهم حلو مع الحجاج. فمش ينفع ان احنا نعمل زي المثل اللي بيقول ان هو عمل 99 حاجه صح وعملوا حاجه واحده غلط وافتكروا له غلط وما افتكرولوش الحاجه الحلوه. النقطه الثانيه، الناس اللي دخلت على الترند وقالت يقول ده الامن السعودي غلط المصري وحبسوا المصري وعملوا. المواطن المصري نفسه اللي حصلت معاه المشكله طلع بنفسه وقال لك ان هم تعاملوا معاه تعامل راقي وعملوا كل اجراءاته وكانوا تعاملوا معاهم تعامل حلو، وهو اللي بنفسه اللي اتنازل بدون اي ضغط وكذا. هو اللي طلع بنفسه في لايف وقال لك والله ما حد ضغط عليا وكذا، وانا اللي متنازل بحسابي، يعني اعتبارا للقدسيه المكان اللي هو قاعد فيه، وثانيا التعامل الحلو بتاعهم معاه، وهم فعلا كانوا عاجبوني ان القوا القبض على الفرد الامني بالفعل. انا الحمد لله بخير. اللي طلع قال لك ده اصل اتحبس، اصل مقبوض عليه، اصل اتهان، اصل مش عارف ايه، اصل انضرب. مفيش الكلام ده يا جماعه الخير. احنا هنا في بلد الامن والامان. إيه الناس المحترمه برضه اللي هتطلع تقول لك اصل هو بيتكلم كده وخوف؟ والله ما في خوف، والله برضه ما فيش ضغوطات من اي حد ضغط عليا ان انا مثلا اتنازل. انا اتنازلت بنفس طيبه ومفيش اي حاجه خالص. والسلطات السعوديه والله العظيم والله العظيم، يعني مهما هقدر اوصف فيهم مش هديهم حقهم والله في الشكر. فبلاش يعني عشان خاطر تركب موجة الترند ان انت تطلع غلط عمله، ده غلطه في المصري، ده حبس المصري. فدي حالات فردية. الشعب السعودي شعب محترم، والشعب المصري شعب محترم، وفي قلة من ديت يعني تعاملاتهم مش كويسة، وكله وبرضه يعني كل واحد يحط نفسه، بيبقى في ضغط شغل وكده. ده راجل مثلا فرد امن في مكان بيستوعب كام مليون او كام الف، فبيبقى عليها ضغوط برضه. هو له اوامر اخلي المكان دوت، بيبقى عليه ضغوط برضه، يعني ربنا اللي اعلم بيها. ما بنكرش ان هو اللي عمله غلط، ما بنكرش ان هو اللي عمله غلط مع المواطن المصري. فبلاش تبقى يعني ايه فتنه ان السعوديين والمصريين وبينهم حاجه. لا، ده ديت روابط من زمان ومعروفه، وهتفضل ليوم الدين. حتى لو في ناس وحشين هتفضل يوم الدين، احنا مسلمين وعرب زي بعض، وفي تكاتف، وفي ناس محترمين وكويسين وبيجوا مصر وبيشكروا في مصر وبيحبوا المصريين وبيحبوا يقعدوا في مصر وبيحبوا يتعاملوا مع مصر، مش عشان خاطر معاهم فلوس ولا عشان خاطر كذا. لا، هم في ناس كتيره بتحب المصريين. في حالات فرديه بتحصل ما ينفعش تتعمم. شكرا.